السلام عليكم. ايه الاخبار؟ لعلك بخير ان شاء الله. الفكره في النهارده هو الحوار عن التوقيت المثالي. والتوقيت المثالي ده تعريفه ان هو الحاجه اللي غالبا ما بتجيش خالص في الحياه. يعني هو الوقت اللي انت مستنيه عشان تحس ان انت في احسن حال ان انت تعمل حاجه معينه او تقدم حاجه معينه او تعمل حاجه انت مثلا هدف كنت محقق انك تعمله. بس الفكره ان في اغلب الاحيان الحوار ده ما بيجيش خالص، والوقت ده بيكون مش موجود على ارض الواقع. يعني بالبلدي كده اللي هو يوم السبت انا هبدا انزل الجيم، بدايه السنه الجديده هبدا احقق في اهدافي، فانت الوقت ده هيجي وانت غالبا برضو مش هتعمل اي حاجه. مش هتتحرك غير لما انت تحتاج زي شغله تحركك او حاجه كده تخليك تقوم تعمل اي حاجه. يعني مش بالضروره ان انت لازم تبدا من بدايه الاسبوع او من بدايه الشهر او من بدايه السنه وهنعمل تو دو ليست وهنخرب الدنيا والكلام ده كله، لان في الاخر كل ده بيعدي وما بيحصلش اي حاجه. طيب انت اصلا ليه بتميل للاختيار دوت او ليه بتروح له؟ لان هي حجه حلوه تخليك تريح دلوقتي. يعني احنا النهارده مثلا لو 12 او 13/12، فهي حجه حلوه تدي لك حسبه 17 يوم تاني لحد بدايه السنه تريح بيها مخك وتقنع نفسك انك تمام، وتضيع 17 يوم لحد لما السنه الجديده تبدا، عشان انت تبدا على نظافه وهنبدا على رواقه، او من بدايه من يوم السبت هنبدا ننزل الجيم مش فارقه. الحاجه التانية ان هو هيخليك تحس بالتقصير، هيبعد عنك شعور التقصير او ان انت فاشل او ان انت ما بتقدمش اي حاجه، فهي حجه مريحه تماما يعني. العواقب بتاعته بالنسبه لك ان انت كده هتبدا انك تضيع في عمرك على الفاضي. هو وقت هيفضل يعدي يعدي يعدي، 17 يوم مثلا عدوا وانت ما بتعملش اي حاجه، مستني السنه الجديده وانت حرفيا اصلا مش ضامن انك ممكن حتى تعيش ال 17 يوم دول كاملين. و... وحتى يعني لو عشتهم فانت في النهايه ده وقت انت متحاسب عليه ان انت بتضيع 17 يوم كاملين مستني يوم واحد واحد عشان تعمل حاجه جديده يعني. فالوقت ده خساره ان انت حتى لو ضبشت فيه اي حاجه ولو بسيطة، يعني غالبا هتنجز فيه أي حاجة أحسن من اللي أنت راسمها إن أنت تبدأها من واحد واحد، ده لو بدأت واحد واحد يعني. تاني حاجة إن هما 17 يوم دول هيعطلوك وهيأثروا على نفسيتك، لأن أنت طول الوقت قاعد ما بتعملش حاجة، وبالعكس الدنيا بتتقدم. وأنت مثلا لو متراكم عليك النهاردة بنسبة 10% حاجات، بكرة هيبقى متراكم عليك بنسبة 30%، 40%، لأن أنت قاعد ما بتتحركش من مكانك، لكن الدنيا بتتحرك والناس حواليك بتتحرك، فأنت طول الوقت حاسس بالفشل وإن أنت متأخر. فده شعور اصلا لوحده كفايه ان هو يخليك في دوامه انت ما بتعرفش تطلع منها اصلا يعني. الحاجه التالتة ان انت مش هتتغير، يعني مش هتتغير اي حاجه طول ما انت قاعد ما بتعملش حاجه او مستني وقت مناسب، لان هو حرفيا الوقت المناسب ده مش هيجي. يعني انت لو خلصت مثلا دراسه حتى في الاجازه هتلاقي عندك مشاكل، هتلاقي عندك لو مستني تخلص جيشك فانت بعد الجيش هتلاقي مشاكل عندك ايا ما كانت. يعني انت طول الوقت هتلاقي عندك مشاكل او في حاجه انت مشغول بيها. فهو الوقت اللي انت محدده دوت اللي هو البيرفكت بتاع ان انا قاعد ما بعملش حاجه والدنيا كلها يعني تركيز منصب على اللي انا بعمله دوت، فده مش هيحصل وغالبا بنسبة كبيرة مش هيجي يعني مهما عملت. فحل الحوار ده كله وبكل بساطة انك تبدأ. هي كلمة ابدأ ثم ابدأ ثم ابدأ، ده الحل الأساسي والرئيسي. لأن انت لو بدأت النهاردة مثلا، يعني لو حبيت انك تنتظم في الجيم ده هدف، لو بدأت النهاردة وقلت 13 او معرفش التاريخ كام، فده معناه ان قدامك لحد بداية السنة 16 يوم. اصلا 16 يوم كفيلين ان هم يبينوا بالنسبة لك انت على الاقل، مش بالنسبة للناس، نتائج. وعلى الاقل حتى لو انت حابب انك تبدأ من يوم واحد واحد، فالستاشر يوم دول هيكونوا ادوك خبرة في الجيم كويسة. يعني انت لو لسه اول مرة تروح فانت هتكون اتعلمت الاجهزة، هتكون اتعلمت التمارين، هيكون الحوار بتاع تكسير جسمك دوت خف على الاقل خالص. فلما تيجي تبدأ من واحد واحد انت حرفيا دي بداية جد، اللي هو انت هتروح الجيم بعد ما تروح ممكن تنزل تخرج تعمل اي حاجة اللي انت عايزها وتعيش حياتك بشكل طبيعي، على عكس مثلا واحد لسه داخل الجيم في البدايات فجسمه مكسر، هو بيروح الجيم اصلا بيرجع ينام باقي اليوم كله او ما بيقدرش يتحرك. فانت 16 يوم هتستفيد فيهم. والمميزات بتاعت حوار ان انت تبدا عامه حتى لو الوقت مش مناسب او كده، ان انت هتحس بالنجاح حتى لو بشكل تدريجي. في البدايه الحاجه اللي انت كنت خايف منها وشايفها كبيره هتلاقي ان الجيم عادي انك تنتظم فيه وتروح، يعني تروح بالليل وتنزل شغلك الصبح، تروح بالليل وترجع تكمل مذاكره، فهي مش الحاجه اللي هتعطلك يعني. وبرضه هتديك خبرات في الحياه بشكل عام. انت رحت الجيم او اي هدف انت تبدا فيه في حياتك هيخليك تحتك بالناس، وده في حد ذاته خبرات كبيرة ليك. هتقابل مواقف انت اصلا ما كنتش مخطط لها، يعني حاجات خارج النوتة والتودو ليست اللي انت ماسكها وعمال تكتب فيها. هيحصل لك موقف معين هتتعامل فيه بشكل معين سواء كان صح او غلط، هتكتسب من الموضوع ده خبرة.
هتكسر برضه الرهاب الاجتماعي اللي عندك. لو انت بتخاف من اي حاجة معينة غصب عنك في الجيم هتتحط في مواقف مع ناس هتضطر انك تتعامل معاها. الحاجة التانية المهارات اللي انت بتتعلمها اللي هي ما كانتش اصلا في حسبانك. يعني مثلا وانت رايح الجيم شفت مثلا الديزاين بتاع الجيم فعجبك فقررت انك تتعلم ديزاين. دي حاجة انت اصلا ما كانتش عمرها هتيجي في خيالك ولا في بالك. لقيت نفسك منتظم في الجيم وحبيت الجيم فاخدت من الجيم مثلا كارير جانبي جنب شغلك، او حتى انت اصلا ما كنتش محدد كارير فعجبك الجيم فاخدته ككارير بالنسبة لك. اتعرفت في الجيم على حد مثلا بيشتغل في حاجة في مجالك انت فاخدك مثلا شغل معاه او اي حاجة. فالمهارات دي انت اصلا مش بتكون مخطط لها ومش عايز تتعلمها في الطبيعي، لكن لما بتقابل الناس ديت بتسحبك للسكة معاها. زي مثلا الناس اللي بتخش تتعلم برمجة هو مش في باله اي حاجة من حاجات مثلا السوشيال ميديا ديزاين ولا كده، بعدين بيجي يكتشف ان هو بعد ما اتعلم برمجة حلو هو عايز يعمل لنفسه بورتفوليو، عايز يسوق لنفسه فبيجي يتعلم سوشيال ميديا ماركتينج، بيجي يتعلم السوشيال ميديا ديزايننج. فكل دي مهارات اصلا في البدايه هو ما كانش داخل ان هو يتعلمها، ولكن هو اتعلمها لما اجبره عليها ان هو يحاول وان هو ما يستناش. ما فيش حاجه اسمها توقيت مثالي اصلا ولا توقيت اللي كل حاجه فيها تكون متظبطه واحنا بيرفكت ومية المية والدنيا تمام. ده للاسف عمره ما هيجي يعني. واللي هيجيبه فعليا هو ان انت اصلا تتحرك وتبدا انك تحاول على الفرص اللي قدامك حتى لو كانت بسيطه وضئيله وانت شايف ان هي مش هتعمل حاجه. واحده واحده الفرص دي تتجمع على بعض هتعمل لك هدف كبير. بس واتمنى ان التجربه ديت حتى لو بسيطه يعني تكون مفيده ليك. بالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.